تبدأ قصتنا بشاب يتم طرده من عائلته لأنه ضعيف، العائلة من قبل والده لأنه ضعيف. الشاب اسمه فري، وهنا منزله، ومن شدة اليأس يحاول الانتحار. إنه أمر مخيف للغاية أن تموت، وبعد أن ينتحر ينتقل إلى عالم لا نعرف ما هو، ولكن يظهر شخص غريب ويضع يده على رأسه. من؟ إذا كنت قادر على أن تولد مرة أخرى سأقوم. وفجأة يستيقظ، لقد عدت أخيرا. ما هذا؟ بعد 4000 سنة. ولقد مرت فترة. فري بلانك، لقد كان أضعف شخص على الأرض. أنا لوك سترومان، أقوى ساحر في الأرض. من الآن وصاعدا سأكون أنت، وأنت هو أنا. بما أنك حررتني سأعطيك الأجنحة. وهنا نعرف من القصة وهنا نكتشف أن لوك سترومان الساحر الأعظم من أنصاف الحكام من 4000 سنة يعود إلى جسد هذا الطفل. ما هذا؟ وهنا لوكاس يقطع وعدا على أن ينتقم من أنصاف الحكام، وهنا يتدرب على السحر لكي يقاتل أنصاف الحكام. جسد فري لا يمكن أن تفعيل قوتي بالكامل. إنها فرصتي انتظرت فيها لمدة 4000 عام. علي الصبر وترويض غضبي الآن. وهنا ينتهي. ما هذا؟ وهنا ينتهي. لقد وصلت إلى 5 حلقات. وهنا اكتشف أن الحلقة الأولى مبتدئ، الحلقة الثانية مبتدئ متوسط، الحلقة الثالثة موهوب، الحلقة الرابعة موهبة شاذ، الحلقة الخامسة أسطورة، الحلقة السادسة لا يمكن الوصول إليها إلا نادرا. ولم يصل أحد إلى الحلقة 7 و8 و9 إلا لوك سترومان قبل 4000 سنة. وهنا فري يكح دما، والذي هو لوك سترومان يكح دما من قوة التدريب. يجب طرد كل الشوائب. وهنا فري يذهب إلى الأكاديمية لكي لا أحد يشك به أنه لوكاس، لكي لا يشك الأنصاف الحكام أنه عاد. وهنا ينتهي من التدريب. هذا كان كل شيء. هل أتى كل هذا من جسده؟ أنا جائع يا إلهي، هذا فم كله. وهنا يتمشى قليلا في الأكاديمية. لا يمكن القيام بهذا بمعرفة فري وحدها. لا أستطيع سد فجوة 4000 سنة. نحن بحاجة لمعرفة كيف يسير هذا العالم. ويدخل فري إلى القاع. وهنا يأتي شخص ليتنمر عليه. أعطني 10 تذاكر غذاء. ماذا؟ أنا أرتجف. أنت ترتجف بسبب هذا الشيء. هات ما عندك. لم يكن مهلا ألم يكن فري أمامه الآن؟ هذا صحيح. لم أكن أتخيل. أليس هذا صحيحا؟ قد كان هؤلاء الأشخاص الذين جعلوك تتخلى عن حياتك. أنت الآن في عداد. ما الذي حصل؟ لماذا فري تغير؟ ألم يكن ضعيف؟ انظر إليه، لقد دفع ملحقا إلى هناك. لا يزال واقفا. لقد أغمي عليه. سحقا، أنا محرج جدا. لماذا فعلت هذا؟ فري، هذا خدمة خاصة من عندي. أنا لوكاس، أعظم ساحر للبشرية. فري، ماذا تفعل؟ اخرج من القسم. وهنا يأتي الأستاذ لكي يتنمر على فري ويجعل منه أضحوكة في قلب الفصل. وهنا يضحك فري. ما الذي يفعله؟ هل أصيب بالجنون؟ لكنه جانح. وهنا يبدأ فري في استفزاز الأستاذ. إذا لم تستطع الإجابة ولو على سؤال واحد سيجب عليك أن تقبل التحدي كشاب من الأكاديمية وليس رود. لذا السؤال الأول: ما هي الأسلحة الثالثة لملك الشر كازدين؟ ماذا قلت؟ هل قلت الآن كازدين؟ قبل 4000 سنة. وهنا كازدين كان يتدرب على تقنياته، ونسف جبلا في ضربة واحدة. هنا يأتي لوك سترومان. عارس لك، لن تترك أي شيء من الجبال. لن يبقى مكان ليعيش فيه الحيوانات. هل أنت
من ستطعمهم؟ لوكاس. لقد مر وقت طويل منذ أن رأيتك آخر مرة. ذلك الجاهل، أنت لا تعرف أي شيء غير التدريج. كيف ستتجوز هكذا؟ الشفقة تحرك القلب. أولئك المهووسون بالغربة ونسوا إنسانيتهم لا يستحقون حتى الوقوف أقدامهم. حسنا يا رجل، أنت تصبح شاعرا كبيرا هكذا. أحب الحجارة إذا كانت جميلة. اشرب الشاي. وهنا يبدأ الضحك. ماذا؟ ملك كازدين بعد 4000 سنة أصبح ملك؟ الرجل العظيم، الحجر عديم الإحساس الذي لم يقم بأي فري. ألا تستطيع الإجابة؟ وهنا تقوم إليزابيث لكي تطرح سؤالا أعتقد أنه ليس لديه أي صلة بالتاريخ السحر. إليزابيث، ما ستفعلين؟ ماذا؟ تبدو جميل، لكن طريقة حديثك. إليزابيث كازدين كان محاربا. لقد استعمل السحر فقط لتقوية جسده. هو لم يكن ساحرا. أيتها التلميذة إليزابيث، هل أنت تهينيني أو أولئك الذين يختارون طريق المحاربين؟ أعتقد أنه سؤال صعب فهمه من وجهة نظري. إنها إهانة. كازدين ليست ساحرة. لوكاس، هل تهينني؟ هل هذا يكفي ليجب على أسئلتك؟ ماذا تعتقدين؟ لما لا تناقشين فيه مخبر لوحدنا من الآن فصاعدا؟ أبعد يدك القذرة عني. أنا لم أرى هذا. دعيني أخبرك عن الإجابة. الأسلحة الثلاثة الملك كازدين: قفازات الملك، حزام العملاق، وعقد من الحيوان. هل هذا يكفي يجيب على أسئلتك؟ لم يكن يستمع لي لطالما أخبرته أن يحافظ على ملابسه أنيقة، خاصة ذلك العقد لكن ذلك الجاهل. ماذا؟ هل كان أجب بخاطئة تلك الإجابات؟ نعم، لا يمكن أن أكون مخطئا. ألا يبدو فري غريبا اليوم؟ لكن إليزابيث، لا يبدو أن لديك أخلاق. أي أخلاق؟ اتبعيني إلى مخبري الآن. بروفيسور كيفن، أتعلم ماذا؟ هل هذا ما كنت تقوله المحارب كازدين دائما؟ التعاطف ليس سوى فكرة تهز هدوء المحاربين. أي شخص غير مراقب يجب أن ينظر إلى المرأة كأنها حجر. أولئك المهووسون بالرغبة ونسيوا إنسانيتهم لا يمكنهم الوقوف على أقدامهم حتى. ما الهدف من هذا؟ أنا فقط أخبرك. أردت أن أصحح لك بعض الأفكار، لأنني أرى الأستاذ لا يزال واقفا على قدميه. فري بلانك، فقد إنك أجبت على سؤال واحد صحيح لا يعني أني انتهيت منه. مثل ما قلت لك سابقا، إذا أخطأت بسؤال واحد فأنت معاقب. السؤال التالي. وهنا تبان الصدمة عن الجميع. إنها الإجابات كلها. ما هذا؟ من أنت؟ هذا مستحيل. لقد سألت حتى معبد نون، من المفترض أنه لا يعرف الإجابة. هل هو حقا عارف فري بلانك؟ والآن حان وقت الغداء. هل هناك أي مشكلة؟ أسلوب التحليل مثير للاهتمام، لكنني جائع الآن. وداعا. وهنا تأتي إليزابيث إلى فري. يتجاهله فري ويذهب. هل تتجاهلني فري؟ وهنا تظل تتبع فري. لماذا تتبعيني؟ أنا أيضا في طريقي لتناول الغداء. لماذا تتحدثي كأنك في جيش؟ هذا غريب. هذا تقليد عائلتي. وهنا تسأل فري عن عصر معبد النور وكيف يعرفه. قبل 4000 سنة، عندما كان أعظم 4 رجال نشطين، لقد كانوا مستوى السحر مرتفع جدا في أعلى قمته. الشخصيات ال4 الذين غيروا تاريخ السحر: المقاتل كازدين، الساحر العظيم شوازر ويرسمان، والساحرة السوداء إيريس بيسفورد، وأخيرا الساحر الأقوى وهدف كل الفتاة لوكاس رومان. لقد كان شخصا عظيما. لو كان حيا ستكون الفتيات. كنت أرغب في الزواج منه. ماذا؟ الطفلة التي لم تكبر حتى تريد الزواج؟ ماذا؟ ما الذي قلته؟ شكرا على صراحتك، لكنه ليس مهتما بالأطفال. يا للوقاحة، ما طلبت منك فتاة الزواج. وهنا يتفاجأ الجميع على أن إليزابيث قاعدة مع شخص غريب.
ولأول مرة إليزابيث الفتاة الأولى في الأكاديمية تطارده، حتى ديفيد تم طرده. هذا الوغد الرعين إنه مزعج كثيرا. السؤال الأخير الذي طرحه الأستاذ كيفن: طرق تدريب شوازرة. ماذا؟ لقد سأل هذا السؤال، لقد أجبت بخرافة، تعزيز، قتال. ولكن بالنسبة لي فإن ممارسة شوازر هي خرافة وتعزيز. لقد تعلمت الطريقتين فقط. هل تستطيع أن تخبرني عن نوع التدريب الذي يستخدمه القتال؟ كم مستواك الآن؟ في المستوى ثلاث حلقات. مذهل، 3 حلقات في هذا السن. لقد كنت أشعر بهذا لفترة طويلة، ولكنك تتحدث وكأنك عشت وقتا طويلا. لقد عشت فترة طويلة. ألست في نفس سني؟ هذا صحيح، لكن ربما خاطئة. شكرا على الطعام. هل انتهيت من الأكل؟ ببطء وعد. انظر إلى الكتاب. كل ما أملكه هو الخبرة وليس المعرفة، لهذا قد لا يكون موضوعا. ليست مع المعرفة. يأتي اليوم التالي. درس اليوم هو تدريب على القتال السحري. ما هو النضال العظيم؟ جميل، ما هذا الجمال. هل فقدت عقلك؟ هذا فعل مخزي. إنها فوق 40. هل أنت جاد؟ إنها جميلة جدا. شاهدي وتعلمي. جمال المرأة ينسب إلى ذلك الشيء. النزال الأول بين ديفين وفري بلانك. لقد مللت من الانتظار. كنت متحمسا الليل الماضي لأنني لم أستطع النوم. ماذا؟ لقد كنت نائما لفترة طويلة وأنا عرفت لماذا استيقظت. ماذا تفعل؟ كل شيء حدث فقط من أجل لقائك. لا تقلقي، على الرغم من أني أبدو صغير لكن قلبي ناضج أكثر منك. ماذا عنك؟ الليلة هل ستعطيني شرف مشاركة وجبتي معك؟ الآن عد إلى مقعدك. لن أحذرك مرة أخرى. لماذا لا نقوم بهذا؟ جيد، سأعزمك على الغداء إذا فزت. هذا وعد. هل تريد إلغاء المباراة؟ إلغاء؟ لماذا سأفعل هذا؟ هل نمت بشكل جيد البارحة؟ لا تستطيع فهم الوضع. سأقوم بتحطيم حبالك الصوتية أولا، ثم سأكسر أطرافك ببطء، واحد تلو الآخر. لن تستطيع الاستسلام ولن تستطيع الصراخ. سيكون هذا ممتعا جدا. ألم أخبرك؟ اليوم هو اليوم ستقف فيه على رجليك. لقد ظننت أن هذا القتال يجب أن يستخدم فقط نجمة واحدة، ولن يسبب هذا الضرر. أنا دايفن. لتبدأ المباراة. وهون ديفن يستعمل سحر الأرض ويشكل صخرة كبيرة لكي يلقيها على فري ويقتله. هذا الشيء فقط للورث المباشر يمكنه استخدامه. سحر الرؤية إنه سحر قوي. هذا السحر يمكن استخدامه فقط بحلقة سحرية واحدة. سحر الرؤية هو رمز العائلة. هل تستخدمينه لمضايقة الناس أيها الوغد؟ نعم. هل أنت خائف؟ القسم القادم. هل فري سيموت أم سيعيش؟ وهل سينجو من هذا السحر أم ماذا؟ في الحلقة القادمة سنعرف ماذا سيحدث.